عاملين ايه؟ اهلا بيكم، انا فلان الفلاني، دي القناة بتاعتي. النهاردة جبت لكم في فيديو جديد تكنولوجي. رجعنا لسلسلة التكنولوجيا تاني. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها باور اوتوميت. اتمتت آه مايكروسوفت ازاي نقدر نعمل ازاي نقدر نعمل اوتوميشن او أتمتة أو إزاي نخلي حاجة معينة بنشتغل بيها كل يوم تبقى تلقائية. الموضوع ده مطبق في حاجات كتير، ولكن من أقل الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها هي باور أوتوميت. فالنهاردة أنا جاي أكلمكم على باور أوتوميت، بيشتغل إزاي، بيعمل إيه. من هنا انتوا لما تيجوا بيفتح في القائمة الرئيسية، ده شكلها. بتيجوا على جنب هنا ماي فلوز، ده اللي بيظهر لكم بقى. فبتقوموا جايين كلاود ولا ديسكتوب ولا شادر زميل، مش مهم اي حاجه. المهم ده بتيجوا هنا عندكم 3 انواع او كذا نوع. انك تخلي الاي اي يعمله لك، انك تخليه يحصل بكل مره معينه، يعني كل ساعه اعمل كذا، كل يوم اعمل كذا، كل شهر اعمل كذا. او انك تخليه حاجه اسمها كلاود فلو، انك توصله بابلكيشن او توصله بحاجه لما تتعمل يسمع، يبدأ يعمل أتمتة. وآخر حاجة هي اوتوميتد كلاود، شغال لوحده لما بيحصل بيه يسمع. وده هوريه لكم من هنا. دي مثلا التريجرز اللي ممكن تختاروها. يعني ايه تريجر؟ هنكتب هنا الاسم. يعني ايه تريجر؟ تريجر يعني آه حاجة لما لما بتحصل الباور اوتوميت بيتحرك. يعني ايه؟ يعني زي هنا لما يتكريت فايل على وان درايف اعمل كذا. لما يحصل وين، هتلاقي دايما تحصل وين، وين كذا 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 كذا. وين لما يحصل حاجة ابدأ، لما يحصل الحاجة الفلانية دي ابدأ. اوكي. الموضوع بسيط جدا، ما اظنش ان فيه اي مشاكل. بس فبتختار في حاجة في دماغك، انا عايز لما كل ما يتكريت فايل دي هعمل حاجة معينة في دماغي. ده بيبقى شكل من جوه، بيبقى على اليمين في كوبايلوت تقدروا تخلوه يعمل اي حاجة. make the flow او make a flow where when a file is created a mail is sent to me. مثلا حاجة بسيطة جدا زي كده. خليت طلبت منه لما يتعمل حاجة زي كده، أول ما يتبعت أول ما في فايل اتكريت ابعت لي ميل. هو كالعادة كوبايلوت متخلف، ودي حاجة من قلت لكم قبل كده إن كوبايلوت متخلف، فمش هنعتمد عليه قوي في إنه يعمل هم. فإيه الحل التاني؟ إن أنت تيجي هنا تدوس بلس، هتكتب دي الاوبشنات اللي جوه. في حاجات بلت ان زي دول ايه دول؟ لو عندك موقع معين فبيبقى فيه HTTP وريكوست. لو انت ما عندكش موقع فبيبقى ده كويس. بيبقى انك عايز في الساعة الفلانية هات لي الساعة دلوقتي. آه على حسب بقى الكيس. في كنترول دي مهمة قوي هتحتاجها كتير، زي apply to each اللي هو يعمل لوب كونديشن، اللي هو زي الاف كونديشن، اكنك بتعمل برنامج. دو انتل اعمل كذا 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 لحد ما يحصل كذا وبطل. سكوب، بص دور على كذا. ترمينيت، وقف لو حصل كذا. سويتش لو كذا او كذا او كذا او كذا، لو في كذا اوبشن، لو في كذا كونديشن بختار سويتش بيبقى اوبشن عادي. داتا اوبريشن صعبة شوية، مش مهمة دلوقتي ايه هي، مش هنحتاجها قوي. بس اهمها
create HTML table. ده بيساعدك انك تعمل جدول اذا كان CSV او HTML، بيبقى ليه علاقة بالداتا شوية، وحتى اسمها data operation. variable لو انت عايز تعمل متغير معين، والمتغير ده على اساسه زي مثلا x equal كذا. هي نفس الفكرة، اكنك بتكتب كود. لو حد ليه في البرمجة يبقى فاهم النقطة دي كويس، ان x equal 1 لما يبقى x equal 10 وقف. نفس الفكرة. النهاردة يوم 24 زي ما هو تحت كده. لما يبقى النهاردة لما يبقى النهاردة يوم 27، ابعت لي ميل أعمل كذا كذا كذا، وهكذا. فأهم حاجة لما تيجوا تعملوا إنكم تبقوا متأكدين من الكونكتور. هنا ده الميل بتاعي، مش هظهره عشان مش عارف ده مين. connected to الأكاونت، وبناء على الكونكشن. وهنا بقى بفتح الفولدر، بشوف انا عايز انهي فولدر في انهي فايل. انا مهم سوري، انهي فايل في انهي فولدر. يعني الفولدر الفلاني لما يتكريت فيه فايل اعمل كذا، ابعت لي ميل عرف. تمام. دي نقطة مهمة. تاني نقطة زي ما قلنا البلت ان تولز، دي حاجات مهمة بنحتاجها. نمبر فانكشن، انك تحول كلام لنمبر. هنا ده الاي اي. هنا بقى اكن مع بتوصل ده بكوبايلوت. لما يحصل فايل، خد الفايل ده اعمل له سمري وابعته لي في الميل. لما تلاقي فايل في PDF مثلا، احنا مجمعين الPDFات كلها في فايل معين، وده شيرد بينا في التيم. فانا بقوم داخل هنا بقول له لما يتكريت فايل، خد الPDF اللي فيه، طل اعمل حاجه اسمها process documents. وبعد كده كل document هتاخد منه recognize text، وبعد كده اشرح لي. فاهم؟ run a prompt معين. run a prompt دي حاجة general أوي، حاجة general. لما يجي فايل اعمل كذا، وبعد كده اعمل كذا بالاي اي. لخص الفايل PDF ده وابعته لي، ابعت لي الملخص اللي طلع لك في ميل. اوكي. دي الحاجات الاي اي. في حاجات بقى ريليتد باكسل، بميل بتاع ديسكتوب عادي، مايكروسوفت فورمز، تيمز، اوتلوك، وان درايف، وان نوت. طيب بالمناسبة ده اوبشن، باور اوتوميت ده اوبشن متاح مجانا لو انت حد بيستخدم مايكروسوفت اكتر. ولكن طب انا ما بستخدمش مايكروسوفت. عادي يا معلم، ما تستخدمش مايكروسوفت. في اوبشن نفس الفكرة في جوجل. هبقى اعرضه لكم قدامكم على الشاشة دلوقتي. في نفس في ان ات ان، في زابير، في مليون اوبشن بيدوك نفس الفكرة. انا جاي النهاردة افهمك فكرة الاتمتة، ولكن وليس باور اوتوميت. ولكن بستغل ان انا في شركة موفرة لي اشتراك باور اوتوميت، بان انا بشرح لك باور بي ار شير بوينت. في الابليكيشنز التانية هتلاقي مدخلات تانية. طب يعني ايه مثلا، يعني ايه ازاي اربطه بده؟ لما فايل يتكريت اعمل اكسل، او افتح الاكسل الفلاني، او اعمل اكسل، او كريت تيبل في الاكسل الفلاني، او هات الاكسل الفلاني اللي في الفايل ده وعرفوني. ايا كان الحاجه، بس هي افضل حاجه لو هكرت فايل تعمل كده. بعد انا النهارده مش هوريكم حاجه عملي، ممكن ابقى اوريكم بعد كده حاجه عملي. المهم لما تخلص بتدوس سيف. بعد السيف في نقطه مهمه قوي اسمها تيستنج. تيستنج دي بتخليك تتاكد ان انت، بعد ما بتدوس تيستنج دي بتخليك تتأكد ان الفلو ماشي كويس. ده موجودة في كل حاجة. كوبايلوت موجود عشان لو في مشكلة يعالجها. برضو هنا ده فيدباك. فلو تشيكر بيتأكد ان الفلو ما فيهوش ايرور. ممكن يبقى فيه تحذيرات، والتحذيرات دي بتفرق لان انت بتدفع فلوس لو هتستهلك داتا اكتر. فدي نقطة مهمة.
ده الشكل الجديد، في شكل تاني مش مهم اطلاقا. فبس دي بداية خالص بسيطة جدا، يعني ايه اتمتة عن طريق باور اوتوميت. ولكن نفس الخطوات اللي بتطبق هنا ونفس الحاجات اللي موجودة هنا هي موجودة في أي سوفت وير أتمتة. بس فأتمنى تكونوا استفدتوا، دي مقدمة. قولوا لي لو انتوا حابين آه، تعرفوا أكتر. أتمنى تسيبوا لي رأيكم في الكومنتس، وشكرا جدا.